عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله حبايبي هنعمل عيش الكايزر. هنسمي الله كده. معايا كيلو من الدقيق. هنجيب كده مية دافية. هنحط معلقتين من السكر، وهنحط خميرة، كيس من الخميرة، واحط يجي معلقتين لبن بودرة، وهنحط البيضة، واضرب كل المكونات دي كده مع بعض. بالمضرب كده نضربهم كده مع بعض. والميه دي كده دافيه. انت عايزه تستخدمي لبن سائل ماشي، مش عايزه خلاص. انا عملتها بالميه. وهضيف كده الدقيق على الدقيق واعجن كده. عجنتها ملمسها كده طري. عجنت فيها 10 دقايق. وهضيف سمنه، يعني متفكهاش قوي. واروح ضايفه كده بتاع 5 معالق سمنه، وهعجنها بقى كده مع العجينه لحد ما تشرب السمنه كلها. بعد ما عجنتها ولميتها بالسمنه، ادي العجينه زي ما انتم شايفين كده. عجينه ملمسها ناعم وجميله جدا. وهنسيبها بقى تخمر ونرجع بقى نشوف هنعمل ايه. تحت اختمرت كده زي ما انتم شايفين. هنزلها بقى كده على الرخامه. امسكها كده المها كده، وابدا بقى اقطعها. كورت العجينه بتاعتي، وزي ما انت شايفه كده. هنعمل بقى ايه؟ هنروح واخدين ايه، نبططها. بس مش تبططها كده، تضغطي كده حاجه بسيطه. مش هتبططيها يعني، تضغطي بس كده كده اهو، ضغطه بسيطه كده. هي طبعا عجينه لازم تبقى تلزق كده معاكي عشان تبقى طريه وحلوه. وانت بتضغطي كده تبلي ايديكي بزيت ولا حاجه بس كده. واسيبها بقى تخمر، وبعد كده ندخلها الفرن. خلصنا الوصفه بتاعتنا يا حبايبي. وتعالوا بقى نشوفها كده مع بعض. طريه خالص اهي. وافتح لكم واحده اهي طريه. يا ريت تجربوها، ويا ريت تشتركوا في القناه، ويا ريت تعملوا لي لايك وشير يا جماعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.